صباح الخير، ازيكم؟ حكايتنا النهاردة عن الفنان سعد المجرد. اتولد سعد المجرد سنة 85 في الرباط في المغرب لأسرة فنية. أبوه البشير المجرد المعروف باسم البشير عبده من أشهر المطربين المغاربة، وأمه نزهة الركراكي من أشهر الممثلات، وليه أخ أكبر منه اسمه علي عايش في لندن. وبدأ سعد من صغره العزف على البيانو والغناء، ودخل المعهد الوطني للموسيقى والرقص في الرباط، وقدم عدد من العروض الفنية مع والده. وسافر سعد لأمريكا عشان يكمل دراسته، وعاش 10 سنين في نيويورك. وحبه للفن والغنى خلاه يشترك في برنامج سوبر ستار سنة 2007، وأخد فيه المركز الثاني. لكن سعد ملقاش حد يدعمه بعد البرنامج، فغاب عن الساحة الفنية لمدة 2 سنين، وبعدين قرر إنه ينتج فيديو كليب لنفسه بأغنية وعديني، واللي حققت انتشار بين الشباب في المغرب. لكن الشهرة العالمية جت لسعد المجرد لما غنى أغنية انتي سنة 2014، واللي حققت ملايين المشاهدات. واتهم سعد المجرد أكتر من مرة بالتحرش والاغتصاب. كان أولها في أمريكا في فبراير 2010 لما اتهمته شابة أمريكية بالاعتداء عليها، واتقبض عليه وأفرج عنه بكفالة. وهرب سعد من أمريكا هروب من الدعوة القضائية اللي لو ثبتت فيها التهمة عليه كان هيواجه حكم بالسجن لمدة 25 سنة. وفي أكتوبر سنة 2016 اتقبض على سعد في باريس بتهمة الضرب ومحاولة اغتصاب فتاة فرنسية في فندق ماريوت باريس شانزليزيه، واللي كان عايش فيه، واتسجن لمدة 6 شهور. وفي نفس وقت القضية اتقدمت شابة فرنسية تانية من أصول مغربية بدعوى اغتصاب ضد المطرب، وقالت إنها حصلت في المغرب وهي بتقضي أجازة مع أسرتها هناك.